مجزرة بشرية كبيرة وقعت قبل قليل بمدينة مغربية. لن تصدق أن ما وقع قبل قليل وقع بين المغاربة، ومن ارتكب هذه الجريمة البشعة هو مغربي للأسف الشديد. إذا كان قلبك هشيش غير بلا ما تشاهد هذا الفيديو، جثث في كل مكان. وردتنا قبل قليل لقناتنا هذه كازاوية نيوز أخبار سيئة للغاية. قبل ما نتعرفوا على التفاصيل بعجالة، ما فيها بس نذكركم باش إلا مازال ما اشتركتوش في القناة كازاوية نيوز بتشاركوا الآن باش توصلوا بجديد أخبارنا المغربية. سنوافيكم بآخر المستجدات الإخبارية المتعلقة بالمملكة المغربية الشريفة، فقط فعلوا زر الجرس باش تكونوا أول من يتوصل أخبارنا المغربية. معكم دائما أنا الكازاوية نيوز، وشكرا جزيلا لكم. والآن إلى التفاصيل. 3 ديال الجثث صفها لهم نفس الشخص. اليوم واحد الشخص ارتكب مجزرة كبيرة هزت الساكنة ديال المدينة المغربية بأكملها، بحيث اهتزت جماعة سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة قبل لحظات قليلة على وقع جريمة مروعة راح ضحيتها أكثر من 3 ديال الأشخاص، ووجدت جثثهم متناثرة بمناطق مختلفة. مصادر محلية بسيدي بوعثمان القريبة من مدينة مراكش ب 34 كيلومترا قالت لجريدة هيسبريس الإلكترونية الموقرة إن المنطقة استفاقت اليوم على هول جريمة شنعاء بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بعد العثور على جثث 3 أشخاص بكل من مركز الجماعة وحي معطله. وأشارت المصادر نفسها إلى أنه جرى صباح اليوم العثور على جثث ميكانيكي داخل ورشة عمله بمركز سيدي بوعثمان، ليتم إخبار السلطات المحلية وعناصر الدرك التي هرعت على الفور إلى عين المكان. وسجلت مصادر هيسبريس أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل حيث تم العثور على جثتين قبل قليل داخل محل وجراج بحي معطله لشخصين تعرضا للقتل منذ يوم الخميس الماضي حسب ما يتم تداوله بعدما كان قد اختفي عن الأنظار. ولفتت المصادر الانتباه إلى أن المشتبه فيه وهو في عقده الخامس وكيشتغل ميكانيكيا بدوره قد سلم نفسه على الفور إلى عناصر الدرك الملكي لسيدي بوعثمان. وقد جرى بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة نقل جثث ديال الضحايا بثلاثهم إلى مستودع الجتامين في مراكش من أجل التشريح في انتظار انتهاء التحقيق ومعرفة ملابسة هذه القضية الرهيبة اللي وقعت غير دابا والتي هزت أركان الساكنة بأكملها، خصوصا أن الساكنة ما متعوداش على هذا النوع من الفواجع والجرائم. شكرا على حسن المتابعة، كنت معكم أنا على كازاوية نيوز. نتلقى بإذن الله في فيديو جديد مع أخبار جديدة، فقط فعلوا زر الجرس باش تكونوا أول من يتوصل بجديد كازاوية نيوز. شكرا لكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله.